مساء الفل عليكم. في حد بعت يسألني: هو الحب المفرط في العلاقات حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ أي حاجة مفرطة مش حلوة. آم، خير الأمور الوسط. الحب المفرط في العلاقات عادة بيجي من احتياجي أنا إن أنا أتحب بنفس الطريقة اللي أنا بتحب بيها، فبيبقى في جزء كبير قوي منها إن أنا خايفة قوي الشخص اللي معايا ده يمشي، فبحب زيادة عن اللزوم، بدي زيادة عن اللزوم علشان يبقى ما عندوش حجة انه يمشي. فهنا بيبقى انا مش حابة الشخص، هنا أنا ببقى حابة نفسي، فببقى خايفة قوي لا اتساب. محتاجة ارجع تاني وراجع نفسي اشوف هو انا بعمل كده ليه، ايه الهيستوري اللي انا بتحرك بيه. وبعدين هل انا باخد، يعني زي ما قلنا قبل كده العلاقات محتاجة تبقى فيها مكسب للطرفين، حتى لو انا بدي مثلا حب او اهتمام فهو بيدي مكانها ان هو بيشيل عني مسؤوليات معينه. مش لازم نفس لغه الحب تبقى متبادله، انما لازم يبقى فيه تبادل. لو انا بدي بس وما باخدش بالمقابل يبقى دي علاقه من اللي احنا كنا بنسميهم unhealthy او اللي بنسميها دلوقتي توكسيك. راجعي نفسك كيس، انت بتدي ليه؟ وبتدي علشان عايزه توصلي لايه بعد كده، وعلشان ده ليكي انت ولا انت فعلا معجبه بالشخص.